في بعض المواقف اللي أنا أعتقد أنها يعني طريفة شوية عايزين نطوف حولها، يعني طريفة وفي نفس الوقت بتعبر عن اعتزاز المسلم بدينه في الفقرة الأولى اللي هقولها دلوقتي. بلغني أن في أحد المسلمين الأثرياء في أوروبا من غيرته على الدين بعد قرارات حظر النقاب في فرنسا تحديدا وضع وقف بمبلغ 1,000,000 يورو عشان كل أخت مسلمة منتقبة تريد الخروج في فرنسا بنقابها تخرج وتدفع الغرامة وما يهمهاش. أي نعم. تعليق والله أنا هذه الروح عجبتني جدا جدا، وتمنيت أن أعرف اسم هذا الأخ لأتصل به ولأشكره، لأن فرنسا يعني أولا تعنتت غاية التعنت في المسألة ديت. أولا هذا ضد القانون الفرنسي خلاص، وعلشان يطلعوا من الورطة قال لك أي غطاء وجه. طب افترض حصل انفلونزا خنازير، الماسك هيعملوا فيه ايه مثلا؟ وهذا غطاء وجه. لكن هم عايزين يخرجوا من مضادة هذا القانون. يعني في ألمانيا مثلا المستشارة الألمانية طلعت صراحة وقالت نحن لا نستطيع أن نحرم النقاب لأنه ضد القانون الألماني. فده واحد حط القانون بيحترمه. لكن في بلجيكا مثلا لا يحترمون القانون لأن ده ضد قانون الدولة، وفرنسا ضد قانون الدولة كمان. لا إذا كان الخصم مسلما يبقى نلغي القوانين نظبطه تمام. إذا كان الخصم مسلما، فالأخت المسلمة النهاردة إذا أرادت أن تخرج، يعني في بلجيكا مثلا إذا خرجت حتى في السيارة تركب بجانب زوجها وهي منتقبة يغرموها 250 يورو. في فرنسا قال لك الأماكن العامة تروح حديقة تروح مش عارفين الكلام ده ممكن يغرموها، لكن لو راكبة في السيارة مثلا أو بجانب زوجها في السيارة وما نزلتش الشارع ما يغرموهاش. في بلجيكا لا بيغرموها حتى لو هي في السيارة. فدلوقتي ماذا تفعل هذه الأخت؟ تظل حبيسة بيتها لا تستطيع أن تخرج لأن ما تقدرش. 150 يورو مبلغ يعتبر كبير، لأن النهارده مثلا مرتباتهم بتبدأ من 1700 يورو مثلا في ألمانيا، على أساس أن ألمانيا تعتبر الدخل الفردي فيها عالي بالنسبة لأوروبا. من 1700 ل 2000 يورو وأنت طالع. فلما كل ما تيجي تطلع تدفع 150 يورو ليه يعني؟ فأحد الإخوة الأثرياء وضع في البنك 1,000,000 يورو وحط رقم التليفون وقال للأخوات المنتخبات اخرجنا بمنتهى الحرية في الأماكن العامة وتحركوا بنقابكم، لا تتركوا هذا النقاب وأنا أدفع الغرامة عنكم. أنا أحييه من هذا المكان الحقيقة. المسألة مش قصة 1,000,000 يورو، لكن قصة إن واحد حمل هم من هم الدين. إزاي واحدة مسلمة تغطي وجهها تكشف عن وجهها لأنها عاجزة عن دفع الغرامة في الوقت اللي فيه كثير جدا من أثرياء العرب بكل أسف المسلمين بيروحوا هناك. يعني أنا مثلا لما رحنا بعد محاضرة منشن الإخوة قالوا لي عايزين نطلعك زيارة لجبال الألب اللي هي جبال الألب في جنوب ألمانيا اللي هي مشترك فيها أظن سويسرا والنمسا تقريبا أو سويسرا طبعا والنمسا وألمانيا أو السويد ما أعرفش مش فاكر. قالوا لي تعالى نشوف رحت هناك أشوف القصة دي سمعت الأخبار بقى. الأثرياء هناك العرب بيصرفوا في الشهر بال100,000 يورو في الشهر الواحد. يعني من النوادر جدا ان واحد من أثرياء العرب دخل على محل بسكليتات العجلة دي العجل لا اللي زي فلقى عايز يشتري عنده 3-4 أولاد فقال له اديني درزن 12 بسكليتة بكل الألوان المختلفة. طب انت عايز 12 بسكليتة تعمل ايه؟ علشان أولاده ولد يركب مرة بسكليتة حمراء ويغير ببسكليتة خضراء. تمام؟ هذه البسكليتة السيكل ده ثمنه 5,000 يورو. 5,000 يعني مثلا احنا اليورو النهاردة عندنا في حدود 7 جنيه. خلاص؟ يعني 35,000 جنيه في 12 علشان الولد ما يزهقش من لون البسكليت. بركب البسكليت بنفسجي زهق منها يلاقي الاحمر يلاقي الاخضر يلاقي الكلام ده. تمام؟ فالاخ اللي بيحكي لي هذا اللي هو ماشي معاه يعني بيترجم له وبتاع، كل ما ينزل هذا الراجل الى منشن يكون الاخ ده معاه.
فبيعملوا مركز إسلامي ومش لاقيين له فلوس. فلما لقى بيشتري درزن بسكليتات، تمام، فأغراه انه يقول له ايه، والله عندنا مركز إسلامي وبنحاول ان احنا نعمل الكلام ده. فقال له ايه، قال له ابشر. ابشر دي معناها ابقى قابلنا. تمام. طبعا والاخ قال لي انا ما اعرفش مصطلح ابشر ده الا بعد الموقف ده. ابشر على خشمي. تمام. وقلت له طب دفع قد ايه؟ قال لي ما دفع فلسا واحدا. ده انا كنت اقول له ابعت لنا شويه بسكليتات. فانا عايز اقول يعني مثلا هناك تقول، فانا دفعني الفضول اسال برضه على اساس ان جبال القلب والحتت دي بتبقى مصيف يعني. طبعا هي الثلوج لا تفارقه يعني لا صيفا ولا شتاء يعني. شفنا الثلوج والكلام ده من هناك، والتلفريكو اللي هو والقطار المعلق والكلام ده، بس احنا رحنا الحقيقه متاخرين حوالي ساعه. فكانت الايه قفلت يعني، كان ما كانش حد بيركب وكده يعني. الجبل ارتفاعه 3 كيلو ما شاء الله، 3000 متر يعني. فسالت بقى من باب الفضول يعني، لان شفت عرب كثيرون في الاماكن دي، فقال لك اقل حاجه لما يكون يعني ما بيصرفش خالص، بيصرف 100,000 يورو على الاقل على النزهه والفسح والكلام ده. فانا هذا الاخ اللي وضع 1,000,000 يورو علشان يرفع هذا الحرج عن الاخوات المنتقبات، وقال كل واحده يوقع عليها غرامة تتصل بهذا الرقم ويسحب من حسابي أنا 150 يورو لكل أخت، وادخلي في أي مكان وأنت ترفعي رأسك والكلام ده. أنا أحييه جدا من هذا جزاك الله خيرا المنبر يعني. لو شاسع طبعا بين الموقفين. طبعا جزاك الله خيرا على هذه اللحظات الجميلة.